هذا الفيلم سنتابعه بعد قليل. فقط وددنا أن نتوقف قليلا لأسألك أوغاريد، حين تعاودين مشاهدة هذه الصور كيف تشعرين الآن وأنت تشاهدين من بعيد وليس في قلب المعركة؟ يعني طبعا في هناك يعني شعور مختلف للناحية الإنسانية. طبعا يعني عندما أنظر إلى هذه الصور، عندما نكون في قلب المعركة لا نشعر بالخطر الذي يعني نكون معرضين له في هذه الأوقات. لكن من ناحية أخرى، من ناحية مهنية ومن ناحية الشعور الذي يعني كان طوال هذه المدة في حلب، أشعر أني يعني في بعض الأحيان أني خذلت هذه المعركة. يعني أشعر بالحاجة، أحتاج أن أعود إلى هناك لأكمل هذه المعارك، لأواكب هذه الأحداث، لأنه بعد شهرين من مواكبة الأحداث في حلب تشعر أن هذه المعارك أو هذه الأحداث أنت أصبحت جزءا منها، وبالتالي عندما تراها عن بعد تشعر أن المكان المناسب الذي يجب أن أكون فيه الآن في هذه اللحظة هو في حلب واكب الأحداث. الغريب أيضا حسن يريد أن يعود. هذه بالمناسبة المرة الأولى التي نتحدث فيها عن إصابة زميلنا حسن برصاصة مباشرة. كنا لا نود في الواقع الحديث عن هذا الأمر وهو في قلب المعركة، ولا لكي نشهر القناة أو يعني نغالي في الوصف، ولكن الآن لابد من الحديث عما حصل. نتابع الفيلم ثم نواصل الحوار.